تلقى المركز ديال الدرك الملكي في واحد المنطقه، تلقى واحد المكالمه بان راه واحد السيد تلقى مقتول وسط البيكوب ديالو. كانوا تعلموا تقريبا مع شي 5:30 ديال الصباح. مجرد ما سمعوا هاد الخبر هادي علموا بطبيعه الحال قائد المركز اللي هبط من دارو وطلب من الجدارميه، عيط عليهم وجاو حضروا الله بريغاد وتحزموا وانتقلوا لعين المكان. غادي نبدا في الحلقه مباشره. الحلقه ديال اليوم، القضيه ديال اليوم كنشرف عليها احد الزملاء اللي من القدام، الناس القدام ديالي، وراه دابا محال على التقاعد، هو اللي تقاسم معايا الظروف والحيثيات والاجراءات القانونيه اللي دارت في هذه القضيه، لذلك ارتأيت باش نتقاسمها معكم، باش تخاد منها عبر وتستلبطوا منها بعض الدروس. القضيه ديال اليوم كترجع الوقائع ديالها تقريبا 2014. كان واحد الصباح بكري تلقى المركز ديال الدرك الملكي في واحد المنطقه، تلقى واحد المكالمه بان راه واحد السيد تلقى مقتول وسط البيكوب ديالو. كانوا تعلموا تقريبا مع شي 5:30 ديال الصباح. مجرد ما سمعوا هاد الخبر هادي علموا بطبيعه الحال قائد المركز اللي هبط من دارو وطلب من الجدارميه، عيط عليهم وجاو حضروا الله بريغاد وتحزموا وانتقلوا لعين المكان. البلاصه فين وقعت هذه الواقعه كتبعد تقريبا على المركز بواحد 45 كيلومتر. تحزموا كما قلت لكم، ركبوا في السياره ديال المصلحه ومشاو للبلاصه. ملي وصلوا كيلقاو مجموعه ديال السكان ديال الدوار. هاد البلاصه باش نوصفها لكم، هاد البلاصه واحد الدوار، واحد الطريق غير بيست ديال التراب، ما فيهاش قدرون، كتدي لواحد الدوار. هذيك الطريق كتربط داك الدوار مع الطريق الكبيره اللي كتدي للمدينه. هاد الطوموبيل هادي كانت جايه، هاد البيكوب كانت جايه من جهه الدوار غاديه للطريق الكبيره ربما باش يمشي للمدينه. وفي الطريق تعرض ليه شي حد وقتلو. والغريب في الامر والابشع هو انه تقتل بسلاح ناري، يعني بالخماسيه، السلاح ديال القنص ديال الصيد. وباش تقتل السيد كانت عنده طلقه ناريه على مستوى القلب ديالو. والطلقه الناريه من خلال المعاينه الاوليه كيبان بان هذاك الضحيه تضرب من برا. علاش؟ لحقاش كاينه الضربه كاينه في الباربريز الجاج، تثقب الجاج عاد جات عنده القرطاسه. يعني شي واحد كان كيترصدو وكان لابد ليه في شي بلاصه، مجرد ما داز ضربو. المهم هذه هي مسرح الجريمه هكا اللي كان. وكان خلاص هذاك المرحوم مسكين كانت بركه ديال الدم في الكوسان، وكان مسكين وسط الطوموبيل. والطوموبيل هذيك البيكوب ما البيبان ديالها مسدودين ما تحلوش. لهنا الناس المكلفين بالبحث خصهم باش يحافظوا على الاثار اللي كاينه تما. ربما هذا المجرم ولا هاد المجرمين يخليو شي اثار اللي يقدر يتستثمر باش يوصل ويفك هذا اللغز ديال هذه الجريمه المعقده. الجثه ديال الضحيه بطبيعه الحال ما كانش اشكال في التشخيص ديال الهويه والتحديد ديال الهويه. علاش؟ لحقاش كان ولد الدوار والناس كاملين اللي لقاوهم جدارميه تما بطبيعه الحال كلهم كيعرفوه، الصغير والكبير. وكان هذا الضحيه، هذا الهالك، كان مقتبل العمر، كان شاب، تكون عنده تقريبا 31 سنه، وكان ميسور الحال. ومن خلال التحريات الاوليه اللي دارت تما، هو ابن واحد السيد، واحد الفلاح كبير، وهذاك الفلاح كان توفى وتوفات الزوجه ديالو، وكان عندهم داك الوليد بوحدو. هو اللي ورث هذاك الشيء كامل، كتبوا ليه الاب ديالو ورث. المهم كان هذاك الشيء كاع اللي خلى الاب ديالو داك الخيرات هو اللي ولا
كيتصرف فيها وهو اللي ولا المالك ديالها. هادو هما التحريات الاولى. واش عنده شي عداوه، واش عنده هذه؟ من خلال التحريات الاوليه ما كاينش اللي يكشف على شي حاجه. المعاينه بشروها الناس المكلفين بالبحث كما قلت لكم. كانت الجثه فيها واحد الضربه تلقى ناريه على مستوى الصدر وعلى مستوى القلب بالضبط. الطوموبيل حاولوا الدركيين باش يحميوا مسرح ديال الجريمه، حتى التحقوا الناس ديال مسرح الجريمه باش داروا الرفع ديال البصمات اللي كاينين تما وسط الطوموبيل، لعل وعسى يكون هذا المجرم ولا هاد المجرمين قتلوه ودخلوا الطوموبيل البيكوب لداخل وهزوا الفلوس. ربما غادي يكون الدافع ديال القتل هو السرقه. الورق ديال الطوموبيل تلقاو تما ديال ديك البيكوب، وكانت الوضعيه ديالها قانونيه. البطاقه ديال الوطنيه ورخصه السياقه ديال الهالك كانوا مع الورق، يعني الهويه ديالو ما فيهاش اشكال كما قلت لكم. هنا بعد ما دارت الاجراءات ديالهم والتحريات التقنيه داروها الافراد ديال التشخيص القضائي، بطبيعه الحال من بعد تهزات الجثه بعد ما تقلبات ودار لها واحد التفتيش جسدي. التفتيش الجسدي هنا كانت المفاجاه. علاش؟ فاش دار التفتيش الجسدي تلقات بالحوزه ديال الهالك واحد المبلغ تقريبا ديال 40,000 درهم كانت عنده. كان لابس واحد الجاكيطه، هذيك الجاكيطه كانوا فيها 40,000 درهم. مادام 40,000 درهم كانت مع الهالك وما مشاتش، يعني الدافع ديال القتل ماشي هو السرقه. هنا عاوتاني تشبكات الخيوط، وعاوتاني ما بقاش عرفوا الناس المكلفين بالبحث شنو هو الدافع ديال هذا القتل هذا. لحقاش كون كانت السرقه ما غاديش تلقى عنده ديك الفلوس. هذوك اللي قتلوه غادي يكونوا قلبوه وداو ليه الفلوس، غادي يديوها، لحقاش هذاك الشيء علاش قتلوه. ولكن مادام الفلوس كاينه وما مشاتش، يعني ربما يكون الدافع شي حاجه اخرى. اول واحد بعد ما كملوا المعاينات تم الاستيماء بطبيعه الحال. تهزات الجثه على متن سياره ديال نقل الاموات ومشات للمستودع ديال حفظ الاموات قصد اخضاع الجثه للتشريح الطبي لمعرفه السبب الحقيقي وراء الوفاه. من بعد تهزات تنقات ديك البيكوب من داك الدم، حاول ما يخليوش الدم، لحقاش كاينين ذوي النيات السيئه اللي يستعملوا هذاك الدم ديال شي واحد شي مغدور ولا كيستعملوه في اعمال شيطانيه، والناس ديال الضابطه القضائيه كيعرفوا هذه المسائل. حتى في حوادث السير ولا فاش كيكون شي واحد مات والدم ديالو بقى تما، ديما كنا كنستعملوا ليسانس وكنحرقوه، ما خصناش نخليوه. لحقاش كنعرفوا كما قلت لكم كاين الناس اللي يقدروا يستعملوه لشي اغراض وغيضروا ناس اخرين. لحقاش انعدام الوعي وانعدام الخوف من الله وبنادم كيامن بالشعوذه، هذه مسائل كامله كاينه عندنا في بلادنا، وشي مسائل اللي ما نقدروش ننكروها. الله يهدي ما خلق والله يهدي الناس اللي كيامنوا بهذه المسائل، لحقاش هذا الشيء راه فيه شرك بالله. كتشرك بالله ملي كتدخل في السحر وتدخل في المسائل وتدخل تادي واحد وتدخل هذه، يعني راك قاطع يدك من يد الله كما كيقولوا بالعاميه ديالنا. المهم دارت هذه الاجراءات. هذيك السياره بطبيعه الحال تهزات على متن ديباناج ومشات للفوريان، تحط في لافوريير تما تحت التصرف ديال العداله. من بعد غادي تفتح بحث. اول واحد دارت خلاص واحد الحمله تمشيطيه تما بارجاء المكان، لعل وعسى يلقاو على ديك الخرطوشه، يلقاو ديك الخرطوشه اللي تستعملات في القتل ديال الهالك ما تلقاتش. هذيك العمليه التمشيط اللي دارت في جميع ارجاء ديال مسرح الجريمه ما صفرات حتى على شي نتيجه، وما لقاوش الناس المكلفين بالبحث حتى شي حاجه اللي تقدر تعاونهم ولا تفيدهم في البحث اللي كيباشروه. البحث غادي يبدا باول واحد اكتشف هاد الجثه ديال هاد الهالك. كان واحد السيد مسن من الناس ديال الدوار، استمعوا ليه الناس المكلفين بالبحث. التصريحات ديالو اكد فيها بانه غادي للسوق الاسبوعي كالعاده، لحقاش هو كساب.
قال لك ملي كان غادي في الطريق تيلقى البيكوب واقفه وسط الطريق. قال لك بقينا كنكلاكسونيو وكان هو وولده. قال لك بقينا كنكلاكسونيو ما خواش هذاك الهالك. قال لك هبط الدري عنده باش يهضر معاه يشوف اش كاين اش واقع باش يتفقد الحاله ديالو. قال لك فاذا به تيلقاه. قال لك بقى تيعيط ليه لحقاش قال لك عرفنا البيكوب معروفه ديال من كتعرفوا الدوار تيكون راه الطوموبيل ديال فلان معروفه لحقاش يكونوا ناس قلال وكيكونوا معروفين بعضياتهم. قال لك ملي هضبط الابن بقى تيعيط ليه في الاول ما كاين ولا مين مجيب. قال لك ملي اقترب لعنده حل الباب قال لك تيلقى السيد راه مطلي كله دمايات. قال لك غوت تخلع. قال لك نزلت. قال لك بطبيعه الحال لاحظت نفس الشيء. قال لك ديك الساعه اش غادي ندير؟ قال لك هي فاش علمناكم باش علموا الناس المكلفين بالبحث باش يجيو يباشروا البحث ديالو. تم الاستماع للابن ديالو نفس الشيء ونفس التصريح اللي قلت لكم دابا. من بعد هنا غادي يستمعوا كما قلت لكم الهالك ما عندوش يتيم الابوين، ما عندوش الام ديالو وما عندوش الاب ديالو وما عندوش الاخوان وما عندوش الاخوات. عمامو كان واحد جوج عمامو استمعوا لهم الناس المكلفين بالبحث لانهم من الاقرباء ديالو ومن ذوي الحقوق. بطبيعه الحال ملي استمعوا لهم كاملين اكدوا بان هذاك راه ولد خوهم وراه كانوا حاضنينه ملي توفى الاخ ديالهم، وبانه هذا الهالك اللي هو الابن ديال الاخ ديالهم راه ما عمرو كانت عنده شي عداوه مع شي واحد، ما عمرو تشكى من شي واحد، ما عندوش شي نزاع في المحكمه مع شي واحد. يعني شكون اللي قتلو الله اعلم. الهويه ديال القاتل ديال الجاني او الجنات مجهوله ما معروفاش وما كايناش شي اسباب. وهاد التصريحات اللي عطاو هاد الاقرباء ديالو ما كاين حتى شي حاجه وما فيها حتى شي افاده اللي تقدر تعاون الناس المكلفين بالبحث. لذلك غادي يلتجئوا الناس المكلفين بالبحث المحيط ديالو المقرب الاصدقاء ديالو. استمعوا الاصدقاء ديالو كانوا عنده واحد 3 ديال الاصدقاء مقربين تاهما ولاد الدوار. التصريحات ديالهم كانت واضحه بان هذاك الهالك راه صديق ديالهم من الطفوله وهما من جيل واحد، واكدوا بان الهالك ما كيكمي ما كيشرب درويش مقابل الصلاه ديالو مقابل الدين ديالو ما تيمشي هنا ما تيمشي هنا وما تيكثرش مع الناس وحدودي. وقال لك من غيرنا حنا ب3 راه ما كيجلسش مع شي واحد. سولوهم الناس المكلفين بالبحث واش عنده شي عداوه، واش ما عمره ما قال لهم بان عنده شي عداوه مع شي واحد ولا شي واحد كيهددو ولا، ولكن كلهم اكدوا بان الهالك اللي هو الصديق ديالهم ما عمره كشف لهم على شي واحد تهدد عليه ولا شي عداوه مع شي واحد ولا نزاع مع شي واحد. يعني ترى الاصدقاء ما كشفوا على حتى شي حاجه. هنا كاينه واحد القضيه كاين تستعمل السلاح الناري. هذيك البلاصه كانت قريبه للدوار، تم الاستماع لاكبر عدد ديال الناس ديال الدوار اللي كاينين فين كان ساكن هذا الضحيه. كلهم تاكدوا بانهم ما سمعوش الطلقه الناريه لحقاش كان الليل وكان كانت الناس ناعسه. هذاك السيد اللي كان لقاه هو وولده واش ما سمعوش شي طلقه ناريه ديال الخماسيه ملي تضربات؟ قال لك بانهم ما سمعوش الطلقه الناريه. علاش؟ كانت الشتاء، كان الفصل ديال الشتاء وكتعرفوا الشتاء كتكون الشتاء كتصب لحقاش كان الجو ممطر هذاك النهار. المهم ما بان حتى شي حاجه وبقات الامور غامضه. الناس المكلفين بالبحث هنا غادي يلتجئوا لواحد القضيه اخرى. هذوك البصمات اللي ترفعوا من السياره هذوك خلاص مشاو عبر السلم الاداري. راكم كتعرفوا المسطره كيفاش كتجري من خلال هذه الحلقات اللي سرت لكم واللي كنسرد لكم. راه وليتوا نتوما عندكم دابا المام بالاجراءات القانونيه ديال الضابطه القضائيه اللي كتكون في الابحاث. واخا ما نشيرش لشي حاجه غفلتها ولا كملوا من راسكم. المهم مشات ديك الاجراءات ودوك البصمات. هنا قلت لكم الدركيين مادام الطريق اللي سلكوها والخيط اللي تبعوه ما كيعطيهمش شي نتيجه، هنا قرروا باش غادي يديروا واحد العمليه.
هادوك الناس اللي عندهم الحاملي السلاح اللي عندهم في المنطقه هاد النفوذ ديالهم اللي محصيين عندهم، لحقاش كما كتعرفوا المنطقه هاد النفوذ ديال اي مركز ديال الدرك الملكي، الناس اللي كيكون عندهم الرخصه ديال حمل السلاح كتكون المعلومات ديالهم والاسماء ديالهم واللائحه ديالهم كتكون عند داك المركز ديال الدرك الملكي، لحقاش هذاك المركز هو اللي كيراقب هذاك السلاح واش الورق ديالو قانونيه، واش تم التجديد ديال الرخصه، واش هذه واش يعني المراقبه ديال الاسلحه الناريه راها معهوده الاجهزه الامنيه. الدرك الملكي في المنطقه النفوذ ديالو بطبيعه الحال. هنا بداو الدركيين كيستدعيو كاع الناس اللي عندهم السلاح تمايا. المهم بداو كيستدعيوهم، كيجيو كيستمعوا ليهم، كل واحد كيستمعوا ليه. فاش كيستمعوا ليه كيطلبوا ليه الورق ديال السلاح ديالو، كيعطي الورق ديال السلاح. ملي كيعطي الورق السلاح كتم تفحص والمراقبه ديال دوك الورق، تلقاو الورق الاغلبيه كلهم راهم الوضعيه ديالهم قانونيه والصلاحيه ديالهم باقا ساريه المفعول، يعني الورق كانت بخير وعلى خير. وكانوا الدركيين اللي استمعوا ليه كيحيدوا ليه هذيك الخماسيه ديالو. علاش؟ غتقول لي علاش؟ باش تمشي تخضع الخبره الباليستيه. الخبره الباليستيه شنو هي؟ السلاح فاش كتستعملو بطبيعه الحال كيبقى الاثار كيبقى في داك الكانو ديالو، وكيتعرف المده ديال اخر تلقى خرجت من السلاح. التحريات العلميه كتتمكنك من هاد النتائج هادو. لذلك اي واحد استمعوا ليه الدركيين المكلفين بالبحث في هذه النزيله كيسولوه تيقولوا ليه اخر مره استعملتي السلاح ديالك، وكلهم تيقولوا بانهم راه استعملوا السلاح في موسم الصيد اللي كان فات، فاش كان الصيد مفتوح. وديك الوقيته فاش تقتلت السيده هذا ما كانش الصيد مفتوح. هنا كاملين غادي يشوفوا اللي استمعوا ليه كيتحجز السلاح ديالو باش يمشي المختبر ديال الابحاث الجنائيه وديال الادله الجنائيه باش غادي تجرى خبره باليستيه على هذوك الاسلحه كامله. المهم اللي جا كيديروا مع هذا الاجراء، المهم حتى جمعوا الاسلحه. وكان من بين الناس اللي كان عندهم السلاح ومحصيين راه عندهم السلاح كان العم ديال هذا الوليد اللي مات، حتى هو شملته هذه القضيه هذه، وكان حتى هو اكد بان اخر مره استعمل فيها السلاح راه فاش كان موسم الصيد كان مفتوح. بطبيعه الحال تحجزات البندقيه ديالو حتى هو، ودارت واحد الطلب للنيابه العامه واشرت عليه النيابه العامه، و واحد الدركي دا هذاك السلاح كامل، داوه واحد الدوريه ديال الدركيين وداتو المختبر ديال الادله الجنائيه ديال الدرك الملكي باش يتخضعوا هذه الاسلحه كامله الخبره الباليستيه، باش يشوف الا كان شي واحد بطبيعه الحال يلاه تستخدم في ذاك التاريخ فاش تقتل ذاك الهالك هذا الوليد هذا، يعني غادي تحوم عليه الشكوك، ويعني غادي يكون موضوع مساءله وموضوع ديال واحد البحث اللي غادي يكون دقيق ومعمق. في انتظار باش غادي تجي هذه النتيجه، بطبيعه الحال بداو كيوسعوا الناس المكلفين بالبحث، بداو كيوسعوا المساحه والمحيط ديال الناس اللي كيستمعوا ليهم، واقترحوا وارتعوا باش يستمعوا الاقارب ديال الضحيه من الجهه ديال الام ديالو، يعني خوالو، كانوا عندهم واحد 3 خوالو. انتقلت واحد الدوريه ديال الدرك الملكي، وكانوا خوالو كيسكنوا في واحد الدوار اخر، ولكن نفس المنطقه النفوذ ديال داك المركز ديال الدرك الملكي. مشاو لذاك الدوار، سولوا على الخال ديال الهالك الاول، استمعوا ليه، استمعوا للثاني، استمعوا للثالث. تصريحات ديال هاد الاقرباء ديال الهالك كشفوا مجموعه ديال المعطيات اللي ما كشف عليها حتى شي واحد. كشفوا هاد الناس هادو على هاد المعلومات المهمه. شنو هي؟ بان راه كان نزاع عند الهالك مع عمامه،
كانوا كيتجابد معاهم، كان مفاهمينش، خصوصا ان الاب ديالو كان تيعطيهم بعض الاراضي باش يستغلوها. هو فاش مات الاب ديالو ولا هو اللي كيتصرف، ولا هو المالك الشرعي ديال ديك الممتلكات، هو الوارث الشرعي ديال دوك الممتلكات وديك التركه اللي خلى الاب ديالو ما بقاش كيعطي لعمامو، وقال لك راه من المحتمل يكون شي واحد فيهم صفاها ليه، ماشي بعيد، لحقاش كان قطع عليهم الماء وقطع عليهم الماء والضوء. كان واحد الروبيني طلقوا ليهم الاب ديالو، جا هو سدو وسد مع عمامو، وهذوك الامتيازات وهذوك التسهيلات اللي كان تيدير الاب ديالو مع خوتو هو جا قطعها وما خلاش داك الشيء لعمامو. قال لك ربما يكون هذا دافع اللي يخلي عمامو، خصوصا ان عمامو ما كانوش ميسوري الحال بحال الاخ ديالهم اللي توفى، الاب ديال هذا الهالك. هذا الاب ديال هذا الهالك كان كبر الثروه ديالو، اما الاخوان ديالو كانوا على قد الحال عندهم، ولكن ما عندهمش وما خاصهمش. المهم ملي استمعوا لهاد الخوال ديال هذا الهالك وكشفوا على هاد المعطيات، هنا غادي يدار تحريات معمقه عن بعد على هاد الاعمام ديالو، واش فعلا كان عندهم نزاع مع هاد الهالك ولا هاد الخوال ديالو غير بغاو يورطوهم وصافي. دارت عاوتاني تحريات، تم الاستماع لمجموعه ديال الاشخاص اللي كانوا تما في الدوار، تم اعاده الاستماع للاصدقاء المقربين ديالو، وبالفعل كلهم اكدوا بان راه هذاك الهالك راه كان عنده نزاع، وكان دائم النزاع مع الاعمام ديالو مباشره فاش داز تقريبا واحد العام على الوفاه ديال الاب ديالو، مور فاش حيد لعمامو هذيك الاراضي اللي كانوا كيستغلوها. من تما قال لك راه بدا النزاع، ولكن ما يمكنش هذا النزاع ماشي سبب كافي اللي غادي يخلي، ولا دافع كافي اللي غادي يخلي هاد العمام ديال هاد القاتل وديال هاد الهالك باش يقتلوه. ماشي شي حاجه كثيره، ولكن كتبقى فرضيات وتتبقى تتحوم عليهم الشكوك. من بعد اقترحوا الناس المكلفين بالبحث في انتظار النتيجه ديال التقرير ديال الخبره الباليستيه اللي غتجرى على دوك جميع هذوك الاسلحه الناريه اللي كاينه تما، وكان تقريبا شي 15 سلاح ناري اللي كان تحجز ومشى باش يتخضع لسميتو الخبره الباليستيه. المهم عاودوا استمعوا للعمام ديالو، قالوا لهم ديك الليله فاش وقعت ديك الجريمه فين كانوا. كلهم اكدوا بانهم راه كانوا في ديورهم، حتى تعلموا من طرف السكان ديال الدوار بان ولد خوهم راه مقتول. هذاك الشيء اللي قال العم الاول هو اللي قال العم الثاني، وبخصوص هذاك النزاع ما نكروهش، قال لك بالفعل راه كان الاخ ديالنا قيد الحياه ديالو ملي كان عايش، راه كان عطينا طروفه ديال الاراضي كنستغلوهم، كيتعاون معنا باش حتى حنا نعيشوا وليداتنا وندوروا الحركه شي شويه. قال لك ولكن ملي مات وشد عليه ولده، قال لك قطع علينا هذوك الامتيازات وحيد لينا هذيك الاراضي اللي كنا، قال لك هذاك حقه وهذاك الملك ديالو، ما عندنا معاه حتى شي حاجه. قال لكم ما يمكنش بعدا باش غادي نقتلوه على هذا الشيء، يعني نفاو. وبعد المراجعه ديال استعمال الزمان ديالهم بان بان هناك تطابق، حقاش تم الاستماع للزوجات ديالهم الابناء ديالهم، قال لك اودي راه كانوا في الدار، كلهم اكدوا بان راه كانوا في الدار. هنا ما بان عاوتاني حتى شي حاجه. دازت مده تقريبا غادي تكون واحد 20 يوم حتى لشهر، تيتوصل المركز ديال الدرك الملكي بالنتيجه ديال الخبره الباليستيه اللي تجرات على ديك الاسلحه، وداروا ميساج باش تمشي واحد الدوريه تجيب داك السلاح وتجيب هذيك الخبره. مشاو جابوا داك السلاح من المختبر ديال الادله الجنائيه ديال الدرك الملكي اللي كاين على مستوى القياده العليا في الرباط، وجابوا ديك الخبره ورجعوا للبريغاد. ملي تقرات ديك الخبره ديال كل سلاح، جميع الاسلحه بطبيعه الحال
اكدت الخبره الباليستيه بانهم ما تستعملوش مده تقريبا من الفتره ديال الصيد اللي ملي كان الصيد مفتوح، باستثناء واحد البندقيه وحده يلاه تستعملات تقريبا في الفتره فاش تقتل هذاك السيد. ديال من هذيك الخماسيه ديال عمو هنا كتقوى الشكوك على العم ديال الهالك. بطبيعه الحال الدركيين استدعوا دوك الناس كاملين اللي عطاو السلاح وبداو كيردوا السلاح الواحد بالواحد، كيردوا ليه اللي السلاح ديالو ما بانت فيه حتى شي حاجه، دا السلاح ديالو دا الورق ديالو الله يعاونو تسلم ليه مقابل اشهاد طبقا للتعليمات ديال النيابه العامه. تبقى داك العم ديالو عيطوا ليه قالوا ليه قلنا لك اخر مره استعملتي السلاح، قال لهم ملي كان الصيد مفتوح. قالوا ليه لا، الخبره الباليستيه اللي دارت على الخماسيه ديالك هذاك النهار فاش تقتل هذاك السيد تستعملات غير في هذه الفتره هذه تستعملات هذاك السلاح. كتكذب وهذه الخبره ما يمكنش غادي تكذب. قال لي علاش؟ راه مشات تقريبا 15 خماسيه اللي مشات، علاش الجبدات ديالك بوحدها؟ يعني انت عندك علاقه، اما عندك علاقه مع هذه القتيله ولا قول لنا فين استعملتي هذا السلاح. هاد الطلقه الناريه اللي طلقتيها قول لنا فاش استعملتيها. بطبيعه الحال ما عندوش شي جواب، تحاصر بالاسئله، عاودات دارت تم التدقيق في استعمال الزمان ديالو، تم اعاده الاستماع للابناء ديالو وللزوجه وسميت، وبانت مجموعه ديال التناقضات. هنا ملي بانت التناقضات تواجه بهذه التناقضات، تواجه بالنتيجه ديال الخبره الباليستيه، تواجه بالتصريحات ديال الخوال ديال الهالك بطبيعه الحال، والتحريات اللي دارت في الدوار بطبيعه الحال لم يجد بدا من الاعتراف. واعترف، والاعتراف ديالو كان على الشكل التالي. قالك بان من بعد ما حيد لينا ولد عمنا ولد خونا، حيدنا ديك الاراضي اللي كنا كنسترزقوا بها الله ومعيشين بها وليداتنا، قالك ولات تأزمات عندنا الوضعيه. قالك ملي تأزمات الوضعيه صبرنا، حاولنا نهضروا معاه، الله يرضي عليك هذيك الارض دابا عطيها لنا، داكشي اللي كان داير معنا الاب ديالك وما واقفش وراه الخير عندك غير مدفق وهادي. قالك لا والو، قالك حاقد علينا وما باغيش يعطينا وما كيحملناش، قالك وما كيخليناش نقربوا الاراضي ديالو، قالك حتى الغنم ديالنا باش تقرب قالك تيجري عليها، قالك يعني تيحسبنا بحال شي عديان ديالو. قالك مع العلم ان العلاقه مع الاب ديالو كانت علاقه طيبه، قالك وكان كيحترمنا، قالك كان هو الاخ الكبير ديالنا، قالك بطبيعه الحال كنا كنحترموه على الكبار ديال السن ديالو، قالك حتى هو كان تيعطف علينا وكان تيشفق علينا، قالك ما كان تيخسر لنا حتى والو، قالك وداك الخير اللي كان عطيه الله كان تيذوقنا منه. قالك ملي قطع علينا ولدو قالك بدات العداوه، قالك زوقنا فيه تعيينا، قالك اقترحت على خويا هاد القضيه باش نصفيوه، قالك الاخ ديالي رفض رفضا قاطعا، قال لي انا ما ندخلش في هذا الشيء، هذاك رزقه ما بغاش يعطيه لينا الله يعاونو، هذا غوسخ الدنيا، انا ما غاديش نمشي نعصى الله ونقتل روح على ود سمي. قال لك ملي ما بغاش الاخ قال لك انا قلت ليه انا اللي غادي نصفيه، قال لك وبديت كنخطط ليه، قال لك وبديت كنترصد وكندير خطه، قال لك حتى عرفتو ذاك النهار فاش كانت وقعت الواقعه عرفتو راه غادي يتسوق غادي يمشي للسوق الاسبوعي. قال لك لذلك قال لك نط انا الصباح، قال لك تقريبا مع 3 ديال الصباح، قال لكم مشيت نعست في واحد الفوسي، قال لكم بقيت عساس عليه حتى جاي، قال لكم فاش كان جاي قال لك لحسن الحظ ديالي قال لك كان شاعل الضوء ديال الداخل ديال لاكابين، قال لك واش كان تيقلب على شي حاجه، قال لكم كيبان ليا مزيان واضح، قال لكم نيش عليه، قال لكم ضربوا وقتلوا، قال لكم جات الضربه في القلب، قال لكم قتلوا، قال لك ما قلبت طوموبيل ما قص طوموبيل ما خليت بصمه، قال لك لحقاش انا ما كانش الغرض ديالي نسرق ولا الغرض ديالي باش نصفيها ليه باش نديو حقنا من ديك الارض حتى حنايا باش نوليو ورثه، باش تشوفوا الارث الملعون اشنو خلى. ارث ملعون
تسبب في واحد العداوه بين الهالك والاعمام ديالو. الارث الملعون تسبب في القتل ديال هذا الهالك. باش تشوفوا الارث، وراه هذه مسائل معاشه في المجتمع ديالنا. راه شحال من عائله مفرتكه مشتته، ما بقاش شي تيهضر مع شي غير بسبب هذا الارث هذا. وسخ الدنيا قسما بالله العلي العظيم، الى تقريبا 50% من العائلات سببهم هو الارث. تيبداو يتجابدوا، تيموت الاب ولا وتيبداو يتجابدوا، يدخلوا للمحاكم ويدخلوا سميتو، وكتبقى داك الورث، ديك التركه تتبقى في المحاكم، وحتى واحد ما كيستافد، وحتى واحد هادو تيبقى شي يجبد في شي، شي يجبد في شي. المهم الارث راه اللي ما حضاش راسو واللي ما عرفش كيفاش يتعامل، يعني راه غادي يخليه يتقاطع مع العائله ديالو. الا كان الانسان ما فيهش القناعه بحال هذا السيد، صافي ما بغاش يعطيك، راه ديالو هذاك، راه ملك حر، ملك ديالو شخصي وحر فيه. الا بغى يعطيك، الا كان باه تيعطيك، هو ما بغاش يعطيك باي حق. باش غادي تسمح لنفسك انت وتهز الخماسيه وتيري في ولد خوك على وسخ الدنيا؟ باش تعرفوا الانحطاط الخلقي، وباش تعرفوا الابتعاد على الله فين وصلنا، وباش تعرفوا وسخ الدنيا فين وصل بنادم تينسى الدنيا وتينسى الموت، تينسى الموت وتينسى الحساب وتينسى كل شيء، كينساه على طمع ديال شي حاجه راه فايته زائله. شي حاجه في الدنيا طمع فيها، الدنيا كلها راه فايته. ما يمكن خص الانسان يعصى الله على شي حاجه اللي ما دايماش لك. وشوف واش غتتصرف فيها ولا ما غتتصرفش فيها. وتقتل واحد الروح التي حرم الله القتل ديالها، حرم الله القتل ديال الروح الا بالحق. الا ما كانتش الحق راه ما عندكش الحق باش تقتل روح وباش تزهق الروح ديال واحد اخر. المهم نرجعوا للقصه ديالنا. تحجزات هذيك الخماسيه، دوك الناس الاخرين رجعت لهم الخماسيات ديالهم. بطبيعه الحال ملي رجعت الخماسيات، هذيك الاخرى اللي كانت ترتكبات اللي هي اداه الجريمه، هذيك تحجزات هي والورق ديالها، وما باقيش يعاود يشدها بطبيعه الحال. وهذاك السيد اللي هذاك العم ديال الهالك اللي اعترف بطبيعه الحال، بعد الاعتراف ديالو دار الاتصال بالنيابه العامه وتعطات التعليمات بالوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. دارت التدابير ديال الحراسه النظريه، وللاشاره كان جات النتيجه حتى ديال الرفع دوك البصمات اللي داروا من البيكوب. هذوك البصمات وهذيك العمليه ديال الرفع د البصمات ما عطاتش شي نتيجه. تلقاو البصمات ديال الضحيه وتلقاو البصمات ديال ولد داك السيد اللي جا حل عليه البيكوب فاش كان ميت، حتى هو تلقاو البصمات ديالو تم الاستماع عليه بطبيعه الحال. قال لك اودي انا البصمات راه كانوا تما ملي حليت عليه، ولكن ديك الساعه راه كان بان القاتل وتعرف شكون هو المجرم وشكون هو اللي نفذ هذه القضيه هذه وهذه الجريمه الشنعاء. بطبيعه الحال هذا السيد تمت المتابعه ديالو من اجل القتل العام مع سبق الاصرار والترصد. بطبيعه الحال بعد ما كملت الوقت القانوني ديال الحراسه النظريه، تم التقديم ديالو امام انظار السيد الوكيل العام المختص ترابيا. بعد الاستنطاق اكد الاقوال ديالو اللي جات في المحضر ديال الضابطه القضائيه، واعترف بان هو اللي اقترف ديك الجريمه في الحق ديال ابن الاخ ديالو. بعد الاعترافات ديالو وبعد التاكيد ديال الاقوال المضمنه في محضر ديال الضابطه القضائيه، تمت الاحاله ديالو على قاضي التحقيق. قاضي التحقيق حتى هو دار ليه الاستنطاق واعترف امام قاضي التحقيق. بعد ذلك دار ليه الايداع في السجن، وبعد ما استكمل جميع مراحل ديال التحقيق، وبعد ما وجد الملف ديالو، تحال الملف ديالو على الجلسات، وكان راجل الملف ديالو في عده جلسات، وكان صدر في حقه حكم اولي، ومن بعد واحد الحكم نهائي. الحكم النهائي الحائز لقوه الشيء المقضي به اللي صدر في حق هذا المجرم هو المؤبد. يعني هو صدق لا ورث لا ديدي كما كيقولوا بالعاميه ديالنا، لا ديدي لا حب الملوك. هو خرج على حياته، غادي يمشي داكشي البقيه ديال حياته يمشي يدوزها في الحبس، باغي ورثه صدق ما دات حتى شي حاجه. هو مع الله راه قاتل واحد الروح
اللي محرم الله القتل ديالها، يعني حتى حاجه عنده ما تقادات. يعني الانسان خصو بدا يراجع المسائل ديالو ويدير قبل ما يدير شي حاجه، ويدير واحد التخمين قدام واحد الفرضيه، راه نقدر نتعرف، واذا تعرفت اش غيوقع ليا، وملي غادي اش غيوقع ليا راه غيوقع لك المؤبد. تما الانسان غادي يفيق. ولكن الانسان فاش يبغي يدير شي جريمه كيعمي ليه الشيطان البصيره، صافي كيقول هاد الخطه ديالي اللي درت ما غيطيح عليا حتى واحد، وغنفذ الجريمه وغنمشي حتى واحد ما غيعرفني، حتى واحد ما سمع. ولكن الحمد لله بفضل الله الروح عزيزه عند الله، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالفضل ديال الاجتهاد والنباهه ديال العناصر ديال الدرك الملكي اللي كانوا باشروا الابحاث في هذه القضيه، بالفضل ديال المجهودات ديالهم، وكما قلت لكم وبفضل ديال الله سبحانه وتعالى، اولا تفك هذا اللغز وتشد هذا المجرم ومشى نال العقاب ديالو. بطبيعه الحال كانت الوفاه ديال داك الشاب شيء مؤسف وشي حاجه اللي استنكرها الجميع. بطبيعه الحال العم واخا يقول لك راه ولد خوه حيد ليه وسميتو، ولكن هذاك الشيء اللي دار كاع الهالك لا يبرر القتل. ما كاينش شي حاجه اللي كتبرر القتل. الله يهدي ما خلق، ونتمنى اتخاذ عبر واتخاذ دروس من هذه القضايا، ونرجع للقضيه ديال الورث. الانسان حافظوا على الترابط الاسري، على القرابه، على الاواصر ديال القرابه، اواصر ديال الاخوه. كيكونوا الوالدين والدين الدراري وبنات كيكونوا عايشين بخير وعلى خير، كيكونوا ملاحمين بيناتهم، محانين بعضياتهم، كيتعاطفوا بعضياتهم. نهار كيموتوا الوالدين وكيجيو القسمه ديال الورث كيولي واحد كيشوف هكا واحد كيشوف هكا. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. نتمنى باش هاد المسائل هادي تندثر من المجتمع ديالنا وما تبقاش. والانسان راه ما كاين، راه القرابه والدم راه الا تقطع اش غادي تدي؟ هذاك راه غاوسخ الدنيا، داك الورث راه غاوسخ الدنيا. راه شوف واش غادي تصرف عليه ولا ما تصرفش عليه. كاين اللي كيتعادى على وسخ الدنيا. الله يهدي ما خلق. القضيه كتتعلق بظاهره الاتجار في الممنوعات. كما كتعرفوا هذه الظاهره هذه ظاهره منتشره للاسف، وظاهره تنخر شباب بلادنا، وظاهره اللي هي عندها الامباكت ديالها، عندها الفعل ديالها، وعندها اسم التاثير ديالها على خصوصا الشباب. وكنشوفوا في الاونه الاخيره ولا عدد كبير من الشباب كيتعاطوا لهاد المخدرات، ولات دخلات علينا مخدرات دخيله، منها البوفا، منها المخدرات الصلبه، منها مجموعه ديال المخدرات اللي دخلات من برا، وهي مخدرات اللي هي خطيره. اليوم غادي نطرقوا على المخدرات الكلاسيكيه اللي هي الشيره. كان عندنا في واحد المنطقه النفوذ، في منطقه النفوذ ديال واحد المركز اللي كنت خدمت فيه. كما كتعرفوا الاغلبيه ديال المناطق تيكونوا فيها هاد المروجين. علاش؟ لان كيكونوا مستهلكين، وشيء اوتوماتيكي وشيء طبيعي. مادام كاينين مستهلكين راه غادي يكون مروج. كل ما كانوش المستهلكين ما غيكونش المروج. الا وفي اغلب المناطق كاين هذه المساله هذه، الا مناطق اللي هي قليله وقليله بزاف ومحصيه على رؤوس الاصابع، واللي كيكونوا الناس ديالها محافظين ما كيقبلوش بحال هاد السلوكيات هادو وكيحاربوها. وخص هاد الناس هادو يكون تضافر ديال الجهود باش نحاربوهم، تضافر ديال الجهود ديال المجتمع المدني بجميع الاطياف ديالو. خص يكون الاجهزه الامنيه تجاوب مع هاد الناس، مع المجتمع المدني. كاين سلطات اخرى اللي خصها حتى هي تدخل في هذه المنظومه الامنيه، لان المنظومه الامنيه راه ماشي غير الناس ديال الامن، المنظومه الامنيه راه تضم حتى الناس ديال المجتمع المدني.
مثلا واحد المنطقه الا كانت فيها الجريمه، الا كان المجتمع المدني غيور على المنطقه ديالو وكاين تواصل وكاين تنسيق مع الاجهزه الامنيه، غتكون نتائج. اما الا كل واحد كيقول راسي يا راسي ما سوقيش، راه بطبيعه الحال هذا الشيء راه في صالح هاد الناس الخارجين والجانحين على القانون. كان عندنا واحد من هذا الصنف هذا من المروجين، ولكن كان معروف بالسلوكيات ديالو العنيفه، كان عنيف وكان لا يتوانى في ايذاء اي واحد وقف ليه في طريقه. هذا كان دخل السجن، قلنا صيفطناه للسجن، دوز واحد 3 سنوات، خرج عاوتاني غادي يواصل الانشطه ديالو المحظوره. وكنا هاد الاشخاص هادو بالضبط كيدار لهم تتبع فاش تيخرجوا من العقوبه ومن الادانه اللي دانوا بها، راه خص الاجهزه الامنيه تتبعهم باش تشوفهم واش هاد الناس هادو اندمجوا في المجتمع ولا باقي على الهامش وباقي باغي يواصل الانشطه ديالو الغير مشروعه ولا قانونيه. وإلا ما قلت لكمش الاغلبيه الساحقه من خلال ما عايشته، الاغلبيه الساحقه الا من رحم ربك، قلال وقلال وقلال الناس اللي كيتوبوا وكيبعدوا على ديك الطريق. اما الاغلبيه كيدخل كيخرج كيجلس شي شويه كيواصل الانشطه ديالو. علاش؟ لان هذا النشاط هذا يدر اموال طائله على صاحبه، وكيشوفوا هاد الناس غير الاموال وكينساو الحياه ديالهم، بان الحياه ديالهم راه كياكلوها في السجون، راه كتكالوا. النهار اللي ضاع لك راه ما كيتعوضش، راه اللي ضاعت لك ساعه في حياتك هكاك راه ما غتعوض لكش. الانسان خصو يكون واعي بهذه المساله هذه، وخصو يفكر في حياته وخصو يفكر في المستقبل ديالو. هذا الشخص هذا درنا ليه تتبع، فاذا به كان توصلوا معلومات اخباريه تؤكد بانه راه بدا عاوتاني الانشطه ديالو. بدا الانشطه ديالو وكان تيمارس وكيروج هاد الممنوعات، هاد المخدر ديال الشراء، كان تيروجوا على متن واحد السياره اللي هي سياره تحمل صفائح ارقام مزيفه، الطوموبيل حراقيه كما كيقولوها، كما كنقولها بالدارجه ديالنا، ما عندها كارت غريز، ما عندها والو، ديك البلاكه ديالها ديال شي طوموبيل اخرى، والاغلبيه كيديروا بلايك ديال الخارج. هذيك السياره كنا بوانتيناها باش نعرفوا المصدر ديالها والاصل ديالها، وتبين لنا بان هذيك السياره راه ما عندها حتى شي ورقه، وديك البلاكه كتعلق بواحد السياره اخرى خارجيه كانت دخلت المغرب وخرجت ما بقاتش في المغرب. هذا كيحصل على هاد البلاكه هذه الله اعلم، واش تسرقات واش هذه الله اعلم. المهم هاد السيد هذا عارفين بانه لحقاش عانينا في المره الاولى قبل ما نشدوه، عانينا معاه وكان عرض حياه اشخاص وافراد ديال الدرك الملكي، عرضهم للخطر. راه اخر مره غادي نشدوه كان جبد سيف على واحد الدركي، غير كانت النباهه ديال الدركيين وفشلوا ليه واجهضوا هذيك الاراده ديالو ديال الايذاء ديال داك العنصر من العناصر اللي كان معنا في المركز. كل ما كانش ردة فعل سريعه ديال احد الرفاق، كان واحد من العناصر غيتصاب اصابه بالغه وكان غيضربوه بسيف. لقيته فاش شديناه، المهم شديناه، شلينا الحركات ديالو كما قلت لكم، مشى دوز العقوبه ديالو، خرج، بدا عاوتاني بدا بديك السياره. درنا معاه واحد المحاوله وكان تيوقف في واحد البلاصه الجنب ديال واحد الطريق وطنيه. مشينا حاولنا باش نوضعوا حد لهاد الانشطه ديالو. مجرد ما وصلنا وحس بينا بان حنا رغم اننا درنا واحد الخطه اللي هي محكمه باش نحاصروه بالسيارات من جميع الجهات، الا انه اش غادي يدير؟ غادي يضرب واحد السياره وغادي يهرب. وهذيك العمليه كانت غادي تكون عندها نتائج اللي هي وخيمه،
نتائج وخيمه، ربما غادي يأدي شي واحد من مستعملي الطريق اللي بريء ما عنده حتى علاقه بهذه النازله هذه. لذلك حاولنا بعد ما فشلت لينا هذه المحاوله هذه، حاولنا عرفنا هذاك بان راه ما عندوش حدود، يقدر يدير اي حاجه باش يفلت من القبضه ديالنا. لذلك قررنا باش غادي نديروا ليه تتبع ونترصدوه ونجمعوا عليه المعطيات والمعلومات عن بعد بلا ما نديروا الانتباه ديالو. هذيك السياره اللي كان ارتكب بها هذا الفعل هذا سجلنا محضر بطبيعه الحال، ودرنا المعاينه ديالنا ودرنا المسائل ديالنا، وهو درنا ليه مذكرات بحث. هو ديك السياره مجرد ما وقع بها هذاك المشكل هذا وهذا الحادث هذا، صافي خبرها واش باعها واش داها لشي بلاصه، ما بقاتش كتبان. كنسولو ما بقاتش كتبان حتى هو. مجرد ما وقعت هذه الواقعه هذه ما بقاش كيبان في الساحه. حاولنا كنسولو عليه ما كنتلقاو حتى شي خبر او نبأ بالخصوص ديالو او بخصوص التحركات ديالو، لانه كان عارف اش داير وعارف باننا غنكتفوا الجهود ديالنا باش غنشدوه. لذلك قرر باش ينسحب من الساحه حتى ينسينا ويعاود عاوتاني يرجع. هذا هو الهدف ديالو، هذه هي الخطه ديالو. ولكن رغم ذلك، رغم ان انقطعت الاخبار ديالو، ولكن حنا بقينا مواصلين التتبع ديالو والتعقب ديالو. داز تقريبا عليها ما يزيد على شهر ما بانش. واحد الوقيته ولينا كنتلقاو، دخل بالضبط شهر رمضان. دخل شهر رمضان ولاش كيدير، ولا من خلال المعلومات اللي جمعناها عليه بانه راه ولا كيمارس هذه الانشطه ديال الترويج امام المسكن ديالو قدام الدار ديالو. بعد ما تاكدنا من هذه المعلومه وتحققنا منها، غادي نحاولوا نديروا خطه قصد الايقاع بهذا السيد هذا، وباش نشدوه باش نوضعوا حد لهذه الانشطه هذه المحظوره. المهم درنا خطه، غادي نلبسوا لباس مدني. حنا مجموعه ديال العناصر، تقريبا شي 5 العناصر لبسنا باش ما نثيروش الانتباه ديالو. لان الا مشيتي بالزي الرسمي بالتوني ديالك بالكسوه ديالك ومشيتي بالسياره ديال المصلحه، شيء طبيعي راه غادي تفشل، وراه هذيك المحاوله وهذاك الشيء اللي غادي دير وهذيك الخطه راه المصير ديالها هو الفشل. لذلك خصك باش غادي تنكر في ملابس مدنيه وباش ما تثيرش انتباه ديالو. وحنا عرفنا الوقيته ديال الديروه عنده فاش تيكونوا عنده الناس مجموعين بزاف، خصوصا فاش تيقرب المغرب تيكثروا هادوك الزبناء ديالو كيتجمعوا، كيكون بعدد كبير. قررنا في ديك الوقيته فاش غيكون عليه بنادم بزاف تما فاش غادي نتفاعلوا. درنا خطه، وجدنا الوسائل اللي هي ضروريه لهاد العمليه هذه. كانت واحد الدوريه ديالنا لابسين الزي الرسمي ديالهم وراكبين في السياره ديال المصلحه. كانوا بعاد علينا تقريبا بواحد 4 ولا 5 كيلومتر، كيتسناو الاشاره ديالنا. مجرد ما نشدوه نعيطوا لهم باش يجيو يخلطوا علينا. هذه هي الخطه اللي كنا دايرين. وغادي ندخلوا وسط دوك الشبان اللي كيجيو عنده يتقضاو عنده وما غاديش يحس. نفذنا الخطه، وصلت الوقيته، قرب المغرب تقريبا، بقات ليه واحد ساعه ونص ساعتين اللي بقات للمغرب، غادي نمشيو عنده للدار. من بعيد تقريبا كان هو داخل وسط واحد الدوار، كاين واحد الطريق وطنيه دايزه، كيجي الطوبيس كيحط الناس كيمشيو كاملين، كتلقى واحد مور واحد ما كيتقطعش البشر، واحد مور واحد راه غادي باش يتقدى. مشينا حتى حنا، جينا في الطوبيس، هبطنا مشينا مع الناس. ولكن للاسف مجرد ما قربنا ليه تعلم، ما عرفناش شكون اللي كشف الامر ديالنا وعلموه بالتليفون. مجرد ما علموه بالتليفون حنا كنا قراب ليه، تكون كتفصلنا معاه تقريبا واحد 50 ولا 60 متر. جبد واحد الجنويه بدا كيجري على دوك الزبناء ديالو، سيروا في حالاتكم، تشتتوا، خافوا.
ملي تشتتوا بنا لي حنا راه جايين. كان شاد واحد حاشاكم واحد الكلب من الفصيله ديال البيتبول، وكتعرفوا هذه الفصيله هذه ديال الكلاب هي فصيله شرسه، وإلا مشى عض الانسان راه ما كيطلقش حتى كيدي داك الشيء اللي عض كيديه في فمه. طلقوا علينا باش غادي يعطلنا ويأخر التدخل ديالنا، وباش هو يدير داك الشيء اللي بغا ويفلت من القبضه ديالنا. طلق علينا هذاك فاجئنا به، بالفعل فاجئنا به. حنا كانوا عندنا هازين غير لي ماتراك العصي، طاكينا هذاك الكلب، طاكيناه بقينا كنضربوه بلي ماتراك هرب في حالته. ديك الوقيته حنا كندابزو مع الكلب، هو دخل سد الباب ودخل وسط الدار ديالو. هنا استعصى علينا الامر، دار لينا عراقيل، ولات العمليه ديال القاء القبض عليه ولات صعيبه. هنا غادي نعيطوا وغادي نعلموا الاخوان ديالنا، الرفاق ديالنا في السلاح اللي كانوا كيتسناونا في السياره ديال المصلحه باش يلتحقوا بنا لعين المكان. بالفعل التحقوا على وجه السرعه، ما كامله حتى 4 ولا 5 دقائق خلطوا علينا. جينا بقينا كندقوا والو. هنا ديك الوقيته فاش كنا كندقوا هو غادي يطلع للسطح وبدا كيشير علينا بالحجر، من فوق السطح. هنا غادي نحاولوا باش نطلعوا، نستعنوا باحد الجيران باش نطلعوا من السطح ديالو، لحقاش ما بقيناش قادين باش نقربوا ليه قدام باب الدار ديالو، لان في هذه الوضعيه هذه وفي هذه الحاله هذه راه السيد تيستعمل معنا اشياء اللي هي خارجه القانون، استعمل معنا العنف، رشقنا بالحجاره، حاول الايذاء ديال العناصر ديالنا بعد ما طلق علينا هذاك الكلب اللي كان مربيه. هذه كلها سلوكيات صدرت منه في ديك العمليه. هنا غادي نحاولوا ندخلوه بالقوه بعد ما علمنا النيابه العامه، وغادي نطرطقوا عليه الباب. طلعوا واحد 2 عناصر من السطح ديال من الدار ديال الجيران بعد ما طلبوا الاذن من عند الجيران، لان حتى الجيران كانوا مضرين منه. اي واحد في بلاصه هذوك الجيران ما يعجبوش الحال، لان البراني كيجي، اي واحد ما يقدرش يخلي وليداته قدام باب الدار. كاين اللي عنده البنات، كاين اللي كيبغي يسخر بنته تمشي تقضي ليه شي غرض، ما غاديش يقدر في هذه الحاله هذه، لان كاين غرباء داخلين ما كيعرفوهمش، ما يعني الناس ولاو استاءوا من هذا الوضع هذا، ولاو كيتشكاو، ولكن كيتشكاو بلا ما يبانوا، لان حتى واحد فيهم ما كان تيقد باش يواجهه، لانه كيعرفوه بان عنيف، واي واحد وقف في طريقه راه غادي يأذيه. لذلك كانوا كيتفاداوه، كيصبروا كيتفاداوه. اذا تلاقاو معنا كيقولوا لنا شي حاجه ولكن باش يعاونك مباشره لا. بحال هذاك السيد قلنا له يا ودي في اطار قانوني واش ممكن تعاوننا؟ قال لك مرحبا، انا راه الاشاره ديال القانون والناس المخزن مرحبا، مادام جيتوا باش تحاربوا الجريمه انا راه الاشاره والدار ديالي راه الاشاره ديالكم. علمنا النيابه العامه 2 طلعوا والاخرين جبنا واحد الحديده بعد ما استشرنا مع النيابه العامه، وبدينا كنفرعوا الباب. فاش شاف هو واحد 2 عناصر طلعوا للسطح ديال الدار، واحد الدار مجاوره للدار ديالو، غادي ينقز من ديك الدار وبقى ينقز من دار تقريبا تما كانت واحد 30 دار اللي كانت ما عرفوهش فين دخل. من بعد حنا كنحاولوا باش نحلوا الباب بالقوه، فاذا به الزوجه ديالو بعد ما عرفته بان راه هرب حلت لنا الباب. علاش ما حليتيش الباب؟ حنا قبيله كندقوا، قالت لك راه ما خلانيش، راه قال لي تحلي الباب نذبحك. واخا ما قال ليش هاد الهضره وكنا عارفين بان راه هي معاه وراه ما قال ليش هاد الهضره هادي، ولكن ما عندنا شي اثبات، غادي نتيقوها، ما عندنا ما نديرو، وهي ما كتهمناش. شكون اللي كيهمنا؟ هو اللي كيهمنا. هي الله يكون في العون الزوج ديالنا، كنقدروا الظروف ديال الناس، حقاش كما بغينا نكونوا راه حنا بشر، وراه وسط منا راه كاينه الانسانيه، رغم اننا كننتميو جهاز عسكري امني، ولكن راه كان الانسانيه، اي واحد راه فيه واحد الانسانيه كتكون فيه كتحركه. ذلك هذيك السيده ما حاولناش باش سميتو شكون اللي كيهمنا هو الزوج ديالها. دخلنا طلعنا مباشره للسطح، التحقوا بنا عناصر اخرى في اطار المؤازره، لان الوضع
كان خارج السيطره. علاش؟ لحقاش واجهنا واحد اللي واجهنا بجميع الوسائل المتاحه ليه، واستعمل جميع الوسائل باش يفلت من القبضه ديالنا. ملي طلعنا للسطح ما لقيناش، كنقلبوا ما عرفناش، والسطوحه سطح لاصق على سطح، دار على دار، دار على دار، ما عرفناش اش من دار. بقينا كنسولوا الناس تما، كلهم قال لك ودي ما دخلش عندنا، وهو ما بقيناش كنشوفوه فين مشى، الله اعلم. هنا غادي نباشروا بعد ما فشلنا باش نشدوه، غادي نباشروا عمليه التفتيش، وغادي ندير نقلبوا دوك السطوحه اللي تما. غادي نلقاو تقريبا واحد 3 الخناشي ديال المخدر ديال الكيف وطابه مرميين للسطح ديال الجيران. سولنا دوك الجيران مع بانوا لنا من السطح ديالو هو، هادوك واش ديالكم؟ قال لك اودي ما ديالناش، حنا ما شفنا والو، راه هو اللي رمى داك الشيء عندنا، حنا لا علاقه لنا بديك المسائل، هذيك ممنوعات وما يمكنش باش نديروها تما، وما عندنا تدخل في هذا الشيء. حجزنا دوك 3 الخناشي، 2 ديال الكيف وحده ديال طابه، جبناهم حجزناهم وباشرنا العمليه ديال التفتيش. اثناء التفتيش ديال الدار وبالحضور المستمر ديال الزوجه ديالو، قلنا لها اش عندك هنا في الدار؟ قالت لك لا ما عندي والو، غير الحوايج والمواعن وسميتو، ما عندي حتى حاجه. ما عندك شي حاجه ممنوعه؟ ما عندكش مبالغ ماليه؟ ما عندكش؟ قالت لك ما عندي حتى حاجه من داك الشيء، حويجاتي والسلام. بدينا عمليه ديال التفتيش، واحد العمليه ديال التفتيش اللي استغرقت واحد الوقت كبير، لان الدار كانت عنده لتحت وكان عنده الفوق. قلبنا جميع ارجاء ديال المسكن. هاد العمليه ديال التفتيش غادي تمكننا باش نحجزوا واحد المبلغ يقدر بحوالي 9000 درهم، وكان غا محطوط في واحد الدولاب في واحد الماريو. سولنا قلنا لها، قلتي لنا ما عندك حتى حاجه هنا؟ قالت لك ما عندي حتى حاجه هنا. ديك الفلوس ملي شديناها مكمشه حسبناها 9000 درهم، عرفناها بانها من العائدات ديال الترويج ديال الممنوعات ديال هذا المخدر ديال الشراء. اذا المصير ديالها هو الحجز. كما اننا تمكننا باش نعثروا على واحد الكميه ديال مخدر الشويره اللي كتقدر تقريبا بواحد كيلو ديال، ما وصلش كيلو، شي كيلو قل شي غرامات ديال مخدر الشراء. حجزناه حتى هو. هذا المخدر ديال الشراء كان خازنه في واحد الاسطابل، واحد الكوري كانوا عنده فيه البقر، وكان دايرو تحت من التبن اللي كيعطي البقر. قلبنا تحت داك التبن لقينا هذيك الميكه ملويه فيها هذوك الممنوعات، حجزناها حتى هي. من بعد غادي نواصلوا عمليه، واحد العمليه ديال تمشيطيه تما في جميع ارجاء ديال الدوار، لعل وعسى نعثروا على هذا الشخص الخارج على القانون، وهذا الشخص اللي كان معروف لدى الوحده ديالنا بهذه الانشطه هذه وبهذا النشاط هذا اللي هو غير قانوني. هنا هاد العمليه ديال التمشيط ما عطات حتى شي نتيجه ايجابيه. غادي نستمعوا للزوجه ديالو. الزوجه ديالو في الاقوال ديالها كتقول لك بان انا ما عندي حتى علاقه بهاد الانشطه اللي كيزاول راجلي، وراه ما عنديش سلطه على الزوج ديالي باش غادي نمنعو، وراه ما عندوش شي خدمه، وراه قله الخدمه هي اللي كتدفعو باش يدير هاد الشيء. قلنا لها لا، كاينه خدمه، اللي بغى حاجه الحلال راه كاينه. الا بغى يخدم الجورني ديالو 130 140 درهم 150 درهم موجود، ولكن قلنا لها الزوج ديالك مولف فلوس كثيره وفلوس بارده، لذلك ما كيقلبش على الخدمه وما كيقلبش على الحلال. قالت لك انا ما نقدرش نفرض عليه شي حاجه، راه كتعرفوه كي داير، راه صعيب، غير هضره جوج غادي تكرفس عليا، وانا بريئه من هذه الانشطه ديالو. استمعنا لها في هذا السياق هذا، درنا اتصال بالنيابه العامه، تعطتنا التعليمات باش اخلاء ديال السبيل ديالها، وهي ما عندها حتى علاقه. حجزنا داك الشيء، هزيناه، جبناه معنا ورجعنا في حالتنا بعد ما فشلنا في القاء القبض على هذا المعني بالامر. ولا قائد المركز امرنا باش كل نهار في ذاك رمضان كامل كل نهار تمشي دوريه قدام باب الدار ديالو وتجلس تما. ما شديناش، ولكن ما نخليوش يبيع، نحرو كما كيقولوا نحرو عليه العيشه. فين ما سمعناه كاين غادي نمشيو ليه. اش غادي يدير؟ كانت عنده هو خطه، مجرد ما كينوض عليه الغوت وكيعرف راسو راه كلشي تابعو، اش كيدير؟ يختفي على الانظار حتى كتبرد القضيه وكيعاود يرجع. داكشي اللي دار. كان ديك الساعه يلاه دازت 3 ايام ولا 4 ايام في رمضان فاش وقعت هذه الواقعه هذه. من بعد غبر، ما بقاش كيبان.
فات رمضان ما بقاش، ما بانش. تالمور رمضان تقريبا مشي 20 يوم ولا عاد ولينا عاوتاني كنسمعوا الاخبار ديالو تتقاطر علينا من هنا ومن هنا. كل مره يقول لك واحد راه بدا راه كيدير، ولكن هذه المره بدا بالسياره، وحنا كنا ما باغيينوش بالسياره. علاش؟ لان السياره يقدر نمشيو ليه وغادي يدير لنا شي كارثه، لان كنعرفوه ما تيخممش، ما عندوش الحدود. ماشي من داك النوع اللي وقف عليه المخزن يقول صافي اللي جاب الله هادشي اللي عطى الله صافي ويهز يديه ويسلم نفسه. لا، ماشي من داك النوع. هو كيتقاتل معاك لاخر دقيقه، لاخر رمق، وما كيفقدش الامل. ديما يتقاتل معاك حتى تطيحو، حتى تشدو، حتى تشل الحركات ديالو. ماشي النوع اللي كيستسلم. ولا كنا عارفينه بان هذا هو النوع ديال هذا الشخص هذا، كنا واعيين بهذه المساله هذه، وكنا خدينا قرار بعد ما كنا درنا العمليه الاولى كان غادي يدير لنا كارثه. قلنا ما عندنا ما نديرو هذا. درنا ليه واحد المذكرات بحث الثانيه عاوتاني، هادشي مور ما خرج بعد ما دوز العقوبه ديال 3 سنين. هنا بدينا كنخمو بان خصنا نشوفوا طريقه اخرى. السياره راه غادي نمشيو ليه غادي يدير شي كارثه يقدر يقتل لنا شي واحد، ونوليو نخضعوا للمساءله القضائيه. واحد بريء دايز يمشي يضربو يقتلو، شكون السبب؟ حنا اللي جرينا عليه. اما هو راه مجرم، حنا اللي ما خديناش الاحتياطات، حنا اللي كنا السبب في داك الشيء. لذلك كنا واعيين بهذه المساله هذه، وفكرنا على شي حل بديل وشي خطه اللي بديله من هذه الخطط هذه اللي درناها. بعد تفكير عميق وبعد تبادل الاراء بيناتنا حنا العناصر ديال المركز، قررنا باش نديروا واحد الخطه. مشينا شرينا جي بي اس، شرينا الجي بي اس، درنا ليه لاكارت ديالو، درنا ليه المسائل ديالو، ريقلناه، جربناه راه خدام. شفنا واحد من المواطنين اللي هو مستهلك، توانبلي مستهلك، ولكن انسان اللي ما راضيش على ديك البليه ديالو، ما راضيش على ديك البليه ديالو، وقال لك اودي انا كون ما كانش هذا حدانا وما كانش هنا، انا هاد البليه هذه غادي نقطعها. قلنا له واش باغي تقطعها؟ هو تعاون معنا، ياك انت النيه ديالك غير هذا التحييد غادي تقطع هاد الوسخ هذا اللي كتستعمل. قال لك انا مستعد. قلنا له تعاون معنا؟ قال لك انا مستعد. اش مطلوب مني؟ قلنا له غادي نعطيوك هاد الجي بي اس هذا، وراه هو دابا كيخدم في الطوموبيل، وراه غادي نقريوه لامان، غادي نخليه واحد 15 يوم ولا ما ندوروش بساحته حتى ياخذ الثقه ديالو ويقول هاد الناس هادو راه عطاوني اتساع. فاش نقولوها لك غادي تمشي عنده تقضى وتمشي في الوقيته ديال الدروه، الوقيته فاش كيكثروا عليه الزبناء ديالو المستهلكين. فاش يكثروا عليه هو تيجلس وسط الطوموبيل من خلال معلومات المستقاة عن هذا الشخص هذا، كيجلس وسط الطوموبيل، تيحل الشرج مشي شويه وتيبدا يسربي، والطوموبيل مضي ماريا وتيطرق البيبان باش تي الا جيتي تبغي تجود تيدير برومي ويزيد، جيتي قدامه راه غيخرج فيك. هذه هي هذا هو التفكير ديال هذا السيد هذا. المهم عطيناه داك سميتو، قلنا ليه في الوقيته ديال الدروه حاول نتوما كتجمعوا عليه في الشرجم، حاول تدخل يديك رمي هذاك الجي بي اس رميه ليه وسط الطوموبيل، وحاول تمشي حتى العشيه حتى جويه المغرب. قال لك مرحبا انا غادي نحاول، الا لقيت الظروف مواتيه وحسيت به بان راه ما غاديش يحس، راه غنطلق ليه داك الجي بي اس وسط الطوموبيل. بالفعل مشى داك الشاب كما كان متفق عليه، مشى في الوقيته ديال الدروه اللي كيكثروا عنده هذوك المستهلكين، وغادي يمشي تحشى وسط منه، بقى تيهضر معاه، شي تيهضر من هنا انا بغيت 50 درهم، انا بغيت 100 درهم، انا بغيت 30 درهم، انا حتى هو تحشى وسط منه وحشى يديه. ولكن هو اش دار؟ واحد اليد دار هاد اليمنيه دارها من ورا الكوسان ديالو وطلق هذاك الجي بي اس وعطاه 50 درهم، قال لي اعطيني 50 درهم. الحمد لله ما حش بان هذاك الشاب راه طلق ليه الجي بي اس تما. الجي بي اس طاح مشى تحت من الكوسان ديالو، جا تقدى من عنده، جا قال لك راه العمليه نجحت، راه الجي بي اس كاين عنده.
تعقبنا حنا الجي بي اس، لحقاش كنا انستالينا سميتو ديك لابليكاسيون ديال الجي بي اس باش نعرفوه فين كاين. وهذه ملي قلبنا لقينا بان بالفعل الجي بي اس راه كاين عنده في الطوموبيل، خصوصا بعد ما شفنا الجي بي اس بان راه كيتحرك. هو ما بقاش كيمشي للدار، عارف بان راه دايرين عليه عساسه تما، راه غيمشي للدار غنطوقوا الدار وغنديوه. كان واعي بهذه المساله وكان عارفها وكان تيتفادى باش يمشي للدار. ولكن حنا ما كناش كنعرفوا شنو فيناش من ملجأ كيمشي باش يتخزن باش ينعس. حنا كنا باغيينه يكون هابط من السياره ونشدوه بكل سهوله باش ما تكونش حوادث عرضيه. بقينا تابعين داك الجي بي اس تقريبا حتى شي 3 ديال الصباح. عاد تزقات السياره. فين غادي تزقى السياره؟ غادي تزقى في واحد الدوار اللي ما تابعش لمنطقه النفوذ ديالنا. طبعا من تابع لمنطقه النفوذ ديال واحد المركز ديال الدرك الملكي اخر كان محاذي لينا. بعد ما حددنا الموقع ديال السياره غادي نمشيو. في ذاك الليل مشينا احنا ما عرفناش فين دخل. في ذاك الدوار كاين تجمع سكني، ما عرفناش واش هاد الدار ولا هاد الدار ولا هاد الدار، وما بغينا نسولو حتى واحد لحقاش نقدروا نسولو شي واحد توصلوا الهضره وغادي يهرب لينا وغيفلت لنا عاوتاني من القبضه ديالنا. لذلك درنا الاحتياطات ديالنا وما غنسولو حتى شي واحد، خصوصا ان السياره ديالو لقيناها. غادي نبقاو بعاد على السياره وبعاد على اعين ديال الناس ديال الدوار، وغادي نبقاو نراقبوا السياره. كنا 6 ديال العناصر. كلفنا قائد المركز باش نباتوا تما حدا السياره ونبقاو نراقبوها. بقينا كنراقبوا ديك السياره، كنا داخلين وسط شي جنانات وكانت الفصه. نعسنا وسط الفصه وباقي تنعقل. هذاك النهار كان البرد بقينا كنقفقفوا. المهم تصبح الحال. صبح الحال وصلت 7 8 9 10 مازال ما بانش. تقريبا حتى شي 11 بين 10 و 11 عاد بان. كيبان لينا راه هز واحد الكارطابل دايرو عند صدرو ومحرفو وجاي مباشرة في الاتجاه ديال السيارة. خليناه تقرب للسيارة. هنا غادي ندخلو وغادي نفاجئوه. ملي شافنا تلف، ما عرف يمشي لقدام، ولكن خدا واحد 2 3 ديال السكوند من بعد غادي يهرب. غادي نطاردوه. طاردناه المسافة طويلة لأن كان هو نحيف وكانت البنية الجسدية ديالو كتساعدو باش يهرب. تبعناه المسافة طويلة ما يزيد على 1 كيلومتر ونص ولا 2 وحنا تابعينو. تسخف طاح، شديناه، درنا ليه الاصفاد، شلينا الحركات ديالو. عنده 2 برقيات بحث، عنده 2 مذكرات برقيات بحث. جبناه. هذاك الصويك اللي كان محرف في الصدر ديالو ما كانش. ملي تبعناه حنا ما رديناش البال فين رماه، تخلص منه. علاش؟ لان كانت فيه سلعه، كانت فيه الفلوس وكان فيه مخدر الشير. هذاك الشيء اللي بقى ليه من البارح. ملي شديناه هو اللي كان مهم عندنا، الشخص هو اللي مهم. بعد ما شدينا غادي نديروا واحد العمليه ديال التمشيط، عمليه تمشيطيه تمايا في ديك البلاصه، في ذاك المسار فاش كان هرب لينا، فاش كان تيجري. درنا واحد الصمطه، واحد حدا واحد، وجينا واحد الكوردون وجينا كاملين. كنقلبوا تقريبا شي ساعتين وحنا كنقلبوا تما. عاد لقينا داك السويك لقينا فيه تقريبا شي 150 غرام ديال مخدر الشراء، ولقينا فيه واحد المبلغ مالي يناهز 30,000 درهم حتى هي تحجزات. وجبناه قلنا لي فين كتحط دابا هادشي؟ قال لك انا ما كنعرفش. ملي شفنا الجي بي اس، ملي كنا هذاك المسار اللي دازت منه السياره كان مشى لواحد الدوار وقف فيه شي شويه، عاد زاد كمل. هنا شكينا بان ذاك الدوار ديك البلاصه فين وقف تما حط. قلنا ليه حنا شوف راه تبعناك، ما بغيناش نقولوا ليه حنا راه ما عرفناش البلاصه، لا حنا تبعناك، ها فين وقفتي وها فين حطيتي، قول لنا حنا راه عارفين كل شيء. الا بغيتي نتعاونوا معاك ونخفوا عليك قول لنا فين كاين هادشي. قال لك شوف ودابا نتوما عرفتوا كتسولوا، قلنا ليه بغيناك انت نشوفوك واش انت راجل وكتحمل المسؤوليه ديالك ولا لا.
اما حنا راه عارفين، راه درنا لك الجي بي اس في الطوموبيل وجبدناه ليه. ديك السياره ديالو حجزناها، هذيك السياره حتى هي شراها على حسب التصريحات ديالو بان شراها من المنطقه اللي فيها الزراعه ديال الكيف. قال لك شراها من عند اشخاص، من عند واحد الشخص تما اللي كيجهل الهويه ديالو ما كيعرفوش. قال لك وجبتها كنخدم بها. هذاك السيد ما كنعرفو، ما كنعرف الاسم ديالو، ما كنعرف حتى حاجه. يعني ما بغاش يكشف لنا على المصدر ديال السياره منين شراها. المهم السياره بعد ما تم التنقيط ديالها كانت عاوتاني بلاكه خارجيه. قال لك اودي هاد البلاكه الخارجيه راه انا غلقيتها. قلنا له واش كيتلقاو البلايك؟ ما يمكنش البلايك تلقاها، البلايك ما كيتلقاوش. قال لك انا لقيتها. كان هزوه حجره، كان حطوه حجره. قال لك انا لقيتها. السياره تهزات بالديباناج، قلبناها ما لقينا وسط منها حتى شي حاجه اللي هي مخالفه للقانون او اي حاجه كتهم البحث ديالنا. السياره المآل ديالها بما ان الوضعيه ديالها غير قانونيه، ملي مشينا لرقم الاطار الحديدي ديالها باش نعرفوا المصدر والاصل ديال ديك السياره، غادي نلقاو بان رقم الاطار الحديدي تم المسح ديالو، الاتلاف ديالو باش ما يتقراش. شد البيران وسميتو المطرقه وضرب دوك النوامر حتى ما بقاوش كيتقراو. عجزنا باش نقراو دوك النوامر، ومادام ان الماتريكول راه مزيف وهادوك ارقام ديال الرقم ديال الاطار الحديدي تم الاتلاف ديالو، هنا استعصى علينا باش نوصلوا للمصدر والاصل ديال السياره منين جات. المهم ديك السياره تحجزات المآل ديالها كتعطى للسيد الامير بالصرف لدى اداره الجمارك المكلف ترابيا، وهو جبناه وقلنا ليه راه حنا عارفين البلاصه وجينا كنسيسو، ما حنا ما عارفينش البلاصه فين تيحط. لان مادام وقف تما عاد جا لديك الدوار فين بات، ووقف تما في ساعه متاخره من الليل، تقريبا شي 2 الليل 2 الليل فين وقف تما. ووقف تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق 15 دقيقه اللي وقف وعاود كمل. يعني تما حط من غير ديك الوقفه ما وقفش، بقى غير كيدور لحقاش هو كيشرب تيدور وكيشرب تيدور. مادام وقف تما ثارت الشكوك ديالنا ديك البلاصه، وقلنا هنا غادي يحط. بعد اخذ ورد، وبعد ما قلنا ليه حنا غادي نديوك للبلاصه، قال لك صافي غنقول لكم، ولكن هذاك السيد اللي تيخزن لي ما تقربوش. قلنا ليه ما نقربوش، غير قول لنا شكون. قال لك اودي راه شكون. قلنا ليه حنا راه ما بغيتيش تقول غادي نمشيو حنا، راه غادي نجبدوا راه واخا نقلبوا دوك الديور ديال الدواور كاملين، غادي نقلبوا شكون اللي عندك معاه علاقه تما وغادي نمشيو ليه. دابا غنقول لينا. قال لك اودي فلان راه داير ليه واحد الاجر شهري، كنعطيه واحد مبلغ مالي ديال تقريبا 10,000 درهم في الشهر باش يبدا يخزن ليه المخدرات ديالو. باش تشوفوا الحماق ديال الانسان، هذه راه حماقه هذه، باش تشد انت واحد الحاجه ممنوعه على مبلغ مالي، راه ملي غادي تشد راه ما غينفعكش ديك الفلوس، غتمشي تغرق في الحبس. ولكن الانسان ما كيكونش واعي بهذه المساله. هنا في هذه الحاله كتنطبق عليه المقوله ديال شاف الربيع ما شاف الحافه. شاف هو غا مليون، ما شافش داك الممنوعات اللي حاط في الدار ديالو اللي غتديه للحبس، غيجني على راسو بيديه. مشينا سولنا المقدم على داك السيد، لان حتى داك الدوار فين وقف ما كيخرجش في منطقه النفوذ ديالنا. وباش ما ننساش راه كنا علمنا عناصر ديال المركز الترابي المختصين ترابيا قبل ما نشدوه البلاصه فين بات فاش شديناه. كانوا معنا العناصر في اطار المؤازره باش ما نغفلش هذه النقطه هذه. وهذوك العناصر هما اللي مشاو معنا لذاك الدوار الاخر عاوتاني فين كان وقف، لان ذاك الدوار حتى هو تيدخل ضمن منطقه النفوذ ديالهم. وبعد ما كشفنا على الهويه ديال الشخص اللي كيخزن ليه هذه الممنوعات، العناصر غادي يعيطوا لعون السلطه المحليه تما ويقول لهم ها العنوان ديالو، ها الدار ديالو. مشينا ليه مباشره في ذاك الصباح تقريبا شي 12 ونص الوحده ديال النهار. مشينا تمايا كندقوا ما لقيناش. قلنا لهم فين كاين. قال لك اودي راه كيخدم في الحقول الفلاحيه، وها البلاصه فين تلقاوها، البلاصه فين تلقاوها. بقينا العناصر تما حاضيين هذيك الدار فين مخزونه هاد الممنوعات. وواحد الدوريه مشات عند هاد المعني بالامر تيقلبوا عليه في البلاصه اللي قالوا لنا راه كاين فيها تيخدم. مشاو دوك العناصر بالفعل لقاوه تما. بعد ما كشفوا ليه طلعوا على الصفه ديالهم والسبب ديال الزياره ديالهم، غيطلبوا ليه لاكارت. عطاهم لاكارت، وبعد ما تفحصوا لاكارت
والمعطيات والبيانات اللي كاينه في لاكارت غادي يتاكدوا بانه الشخص نفسه موضوع البحث ديالهم، وغايقول ليه يلا تمشي معنا. فين غادي نمشي؟ قالوا يلا تمشي معنا نوصلوك لدارك. جابوه معاهم، جابوه للدار. حل غير مجرد ما لقى السيارات ديال المصلحه، واحد 3 ديال السيارات ديال المصلحه مبلاصين حدا الدار ديالو، صفار وجهو، شواربو نشفو، عرف بان شاف الاخر راه في واحد السياره ديال المصلحه راه مكتف وراه مشدود، عرف بان راه صافي تفضح الامر ديالو. ملي جا قال لي قائد المركز غادي تحل هذا سميتو، كان معنا قائد المركز ديال داك المركز اللي كان تيدخل في ضمن منطقه النفوذ ديالو هذا الضوء. قالوا لي حل الدار، حنا راه عرفنا كلشي حل الدار. قال لهم صافي مرحبا. ابدا الموافقه ديالو، وابدا التنسيق ديالو، ومتاثل لجميع الاوامر اللي طلبات منه. حل الباب، قال لك شوف بلا ما تقلبوا لي الدار. قلنا له غنقلبوا الدار ضروري. قال لك انا غادي نعطيكم هذاك الشيء اللي كاين. مشى لواحد البيت جبد لنا هذاك المخدرات اللي عنده تمايا، تقريبا كانت شي 2 كيلو ديال المخدر الشراء، وكانوا واحد 2 خناشي ديال الكيف، الا طابه ما لقيناهاش تما. ونورمالمون الطابه كتكون ديما مع الكيف، ما يمكنش تلقى الكيف وما تلقاش طابه، ضروري كيمشيو هادو بجوج تيمشيو. كاين الكيف راه كاينه الطابه. قلنا ليه الطابه فين كاينه؟ ما يمكنش تقول لي كاين غير الكيف، تا الطابه راه ما يمكنش يبيع الكيف بوحدو، راه خصك تمشي معاه طابه. وقلنا الطابه فين كاينه. عاد دانا لواحد البلاصه مورا الدار ديالو، قال لك ها الطابه فين حاطه. جبدنا ديك الطابه حتى هي حجزناها، حجزنا ديك كميه المخدرات، حجزنا دوك الخناشي ديال الكيف، وقلبنا الدار واحد التفتيش اللي هو دقيق. ما لقينا حتى شي حاجه اللي عندها علاقه بالبحث ديالنا من غير هذا الشيء اللي ذكرت لكم، وما لقينا شي حاجه اللي هي مخالفه للقانون من غير هذا الشيء. هنا غادي نقول ليه يسد الدار ديالو. هذا كان مطلق وكان عايش بوحدو، باش تشوف هاد التجار ديال المخدرات، وكان في ازمه، كانت عنده النفقه، وهذه استغل ديك الازمه اللي كان الخانقه اللي كان فيها داك الشخص، استغلها. قال لي انا غادي نفكك، نخلص عليك النفقه، ندير لك لحقاش قالنا هاد السيد هذا ودار كانت عندي النفقه وتجمعات عليا وانا ما قاد على حبس وهذه وراه قال لي نتعاون معاك، راه ما عليك انت الا بدا نجي نصصت لي نحط لك هاد الشيء، وعاوتاني العشيه نجي نديه، ما يشوفنا حتى واحد، وراه عندك 1,000,000 في الشهر. قال لك انا كنت مأزم، النفقه عليا، الديون عليا. قال لك صافي ما لقيت ما ندير، استسلمت ولبيت ليه الطلب ديالو ونفذت ليه الامر ديالو. قال لك راه عطاني 10,000 درهم. قال لك هذا الشيء راه بديت كنديرو معاه يلا الشهر الاول، يلا بديت في هذا الشيء. قال لك راه تفضح الامر ديالي. جبناه، اعترف بان راه كيخزن لهذاك الشيء، يعني حتى هو راه داخل معاه، متورط معاه، راه بحالك بحالو، مادام كتخزن ليه راه بحالك بحالو. ديناهم كاملين، ديك السيارات تحجزات، جبنا هذاك المعني بالامر، داك المروج الرئيسي، داك البارون، هذاك فرعون، جبناه معنا وفتحنا معاه بحث. سولناه على الحادث الاول فاش دخل في السياره كان غادي يقتلنا. قال لك انا واحد الحاجه نقولها لكم، انا ما كنتش باغي، ولكن انا ما باغيش نرجع للحبس، انا ما كانش الغرض ديالي نادي شي واحد فيكم، ولكن الغايه تبرر الوسيله، انا خصني نهرب باي وسيله كانت، وكما كانت النتائج خصني نهرب. قال لك نتوما من حقكم تشدوني وانا من حقي نهرب. قلنا لي عندك الصح، صافي. المهم كتعترف بانك دخلتي فينا وحاولتي الدهس ديالنا. قال لك اودي حاولت، اش كاين درنا لي ديك محاوله الدهس ديال العناصر ديال الدرك الملكي اثناء مزاولتهم المهام ديالهم. ها التهمه الاولى وها المشكل الاول. السياره اللي كانت عندك فينا قال لك بعتها، من بعتها لاشخاص لا اعرفهم وما عنديش علم بهم. قال لك راه طلعتها للجبل تما فين بعتها، وهذوك الناس راه ما كيعطيوكش الهويه ديالهم لانهم خارجين على القانون. هاد الناس اللي كيخدموا في هذا الميدان راه خارجين على القانون، راه ما يمكنش يعطيك سميتو. قال لك انا بعتها لي، ما عقلتش عليه وما عرفت حتى البلاصه، وانا براني تما راه وراوني فين نبيع ما فين نبيع، حتى قالوا لي ها السيد اللي غيبغي الطوموبيل، وبعتها لي وجيت في حالتي لان ديك السياره قال لك كانت معروفه وعرفتوها. قال لك ما خصهاش تبقى عندي. وبخصوص فاش بديت كضربنا بالحجر وطلقتي علينا البيتبول ودرتي، قال لك بالفعل طلقت عليكم البيتبول باش يكاليكو، باش نهرب انايا وباش نقدر نهرب ونسد الباب في راحتي. ضربتينا بالحجر، قال لك بالفعل ضربتكم بالحجر.
هذاك الخيش اللي لقينا تما هو شكون اللي كيجيب لك هادشي كامل؟ شكون اللي كيجيبوا لك هذيك الفلوس اللي لقينا عندك في الدولاب، وهاد الفلوس اللي لقينا عندك دابا، وهاد المخدر هاد الفلوس هذه اشنو هو المصدر؟ قال لك المصدر ديالها هو من العائدات ديال الترويج ديال هالمخدر الشراء، هذا هو المصدر ديال ديك الفلوس. اذا المآل ديال ديك الفلوس هو الحجز، كتمشي كتعطى مقابل اشهاد للسيد رئيس كتابه الضبط لدى محكمه الاستئناف، المحكمه الابتدائيه عفوا المختصه ترابيا، بخصوص المحجوز الاخر ديال المخدرات الشراء والكيف وطابا. كل جهه كاين الحاجه اللي كتمشي الاخوان ديال الجمارك، وكاينه الجهه اللي كتمشي للمحكمه، الحوايج اللي كتمشي للمحكمه. كل واحد صيفطنا ليه، كل حاجه صيفطناها للجهه المختصه، وهو ملي وجدت المسطره ديالو سولناه شكون اللي كي يزودك بهذا الشيء، كاع عطانا اسماء، قال لك تينحادروا من المنطقه ديال الجبل، وعطانا غير اسماء، مصطفى وكاين علي كيجي معاه وكاين عبد القادر. هادشي اللي قال لنا. شكون العنوان ديالهم، معلومات اخرى عليهم، العنوان ديالهم، المقر ديال المسكن ديالهم، البلده فين تيسكنوا. قال لك انا ما كنعرفش، كيجيو كيعطيوني كيمشيو. عندك شي تواصل معهم؟ قال لك لا، هذوك الناس راه كيبدلوا التليفونات ديما، وراه هما اللي كيعيطوا لي، انا ما كنبدلش التليفون، هما راه كيبدلوا التليفونات، وانا التليفون راه ديما كنخليه، التليفون راه ديما معايا، انا تليفوني ما يمكنش نبدلو لان عندي زبناء تيعيطوا لي. قال لك فاش يكونوا دايزين الناس كيعيطوا لي تيقولوا واش خاصك السلعه، تنقول لهم خاصاني، تيدوزوها تيعطيوها لي وتيمشيو. يعني قال لك انا كنجهل الهويه ديالهم. بعد ما وجدنا ليه المسطره ديالو ودرنا واحد المسطره مغيزه على حقها وطريقها، قدمناه امام انظار السيد وكيل الملك. ملي قرا المسطره قال لك غادي تحيلوه على محكمه الاستئناف. قال لك كاينه محاوله القتل عن طريق الدهس، كنبغي يقتلكم، لذلك الاختصاص ديال محكمه الاستئناف. غادي نشدوه غادي نديوه عاوتاني لمحكمه الاستئناف داك الصباح. دينا محكمه الاستئناف بعد ما استنطقوا السيد الوكيل العام، اعترف جمله وتفصيلا، واكد ليه الوكيل العام على النقطه ديال الدهس. اشنا هو الغرض ديالو؟ قال له ودي انا راه من حقي نهرب وهما من حقي يشدوني، ملي سدوا عليا الطريق انا دخلت فيهم. واشنو قال لك؟ انا اللي جا في طريقي نضربو، يعني كانت عنده نيه ديال الدهس. الاخر هذاك كان تيخفي وتيخزن اشياء اللي هي ممنوعه. المآل ديالو هو المحكمه الابتدائيه. هذاك تم الاستنطاق ديالو من طرف السيد وكيل الملك ودار ليه الايداع، والاخر تحال على الوكيل العام، استنطقوا السيد الوكيل العام دار ليه الايداع. بعد ما دوز جميع مراحل ديال التحقيق دار ليه الايداع. بعد ما دوزوا لقضيه التحقيق، استنطقوا قضيه التحقيق، اعترف بانه حاول الدهس ديال عناصر ديال الدرك الملكي اثناء مزاوله المهام ديالو، واثناء العمليه ديال المحاوله ديال القاء القبض عليه. هنايا غادي يدار ليه الايداع بناء على الاعترافات ديالو، بناء على ملتمس ديال النيابه العامه. الاخر تا هو دار ليه الايداع، داك اللي كان خزن هذوك الممنوعات في الدار ديالو. بعد ما وجد الملف ديالهم راج في عده جلسات. هذاك البارون تضرب ب10 سنوات سجنا نافذا باش تضرب. هذاك الاخر اللي كان معاه تضرب ب3 سنوات حبسا نافذا. وبذلك اسدل الستار على هذه النزيله. وللتذكير هذا البارون ديال المخدرات هذه هي الاخرى اللي كانت عنده. من تما سولت عليه قالوا لي هذاك هو سبب العفو ديالو، ما بقاش دار داك الشيء، هرسوا الحبس ديك 10 سنوات هرساتو صافي. السيد ما بقاش قد على الحبس وما بقاش قد يقرب داك الشيء، وحتى داك الشيء اللي دار من هاد الانشطه المحظوره كلاه في ديك 10 سنين، لحقاش خصو القفه، خصو المصروف، خصو وليداتو مرتو تصرف، ولادو يصرفوا، هادي ما عندوش شي مدخول اخر. صافي بداو كيبيعوا حتى ما بقى عندهم حتى شي حاجه. يعني داك الشيء اللي جمع كله مشى كامل، وهو ما شاط ليه الا 10 سنوات ديال الحبس. باش تشوف الانسان راه هاد الطريق ما عندها فين تديك، راه غتبقى داخل خارج تطيح في شي حاجه اللي كبيره وغادي تغرق كما وقع لهذا. وصدق كما كيقولوا بالدارجه ديالنا، لا دي لا حب الملوك، حتى حاجه ما داها. صدق خرج خاويه الوفاض.
ودوك الناس عانينا باش نشدوا هذا السيد، عرضنا الحياة ديالنا للخطر، عرضنا أنفسنا للتهلكة باش نشدوه. علاش؟ لأن كانوا الناس مستائين، الناس ديال الدوار صافي مساكن، صافي تدمروا من هذا السلوك ديال هذا السيد ومن هذه الانشطه ديال السيد، ولا وليداتهم تيشكيو ولا هما تيشكيو، ما بقوش كيعيشوا حياتهم عاديه بشكل عادي. نهار شديناه دعاو معنا، الله يجازيكم بخير، فكيتونا من هاد المصيبه اللي كانت عندنا في الدوار، نقيتوا لنا الدوار، والحمد لله ولا ذاك الدوار رجع فيه الامن والامان والطمانينه، ولاو الناس بخير كيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. هذاك الاخر اللي كان تشد حتى هو كان بغى يخلص النفقه، صدقته هو مشى للحبس والنفقه تبعاه، يعني ما دار حتى شي حاجه. يعني الانسان كيشوف غير الربيع، ما كيشوفش ديك الحفل اللي مور الربيع. لذلك الانسان خصو يكون واعي بهذه المساله. وحاجه اخرى كنوجه نداء الاخوان المزاولين، يا الاخوان ديال الشرطه، يا الاخوان ديال الدرك الملكي، باش يضافروا الجهود ديالهم من اجل محاربه بحال هاد النماذج هادو، لانهم كيخربوا الشباب. وكتعرفوا الشباب هو القاعده ديال اي مجتمع، وراه هما المستقبل ديال البلاد. الا تخربت لك القاعده يعني راه بقى عندك مستقبل. خص الانسان يكون واعي بهذه المساله هذه، وكل من تواطأ مع هاد الناس خصو يعرف راسو بانه عنده واحد المسؤوليه كبيره في الايذاء ديال الشباب. لذلك الانسان خصو يعرف ويقدر ويعرف القيمه ديال والثقل ديال الامانه اللي محطوطه على العاتق ديالو. انت رجل امن، من المهام ديالك محاربه الجريمه، من المهام ديالك وحمايه الشباب وحمايه المجتمع من الجريمه. لذلك الانسان خصو يدير الدور ديالو على احسن وجه، ويديرو بكل ضمير حي. وبالنسبه للشباب اللي مبليين، حاول باش تشوف شي بديل، حاول تشوف شي طريقه، حاول تشوف. وبالنسبه للمجتمع المدني راه ما خصوش يبدا يسكت بحال هاد المسائل. واش عندنا واحد كيوسخ لنا ولادنا وتيوسخ لنا بلادنا؟ واش واحد غادي يغلب قبيله؟ لذلك ما قدرتيش تواجه انت وياه، خصك تعاون مع الاجهزه الامنيه باش تشدو. واش مثلا الا مشاو 4 ولا 5 الناس ديال الدوار مشاو عند قائد المركز ولا رئيس المفوضيه ولا رئيس الشرطه القضائيه ديال الشرطه وقالوا لي راه واحد تما موسخ لنا الدوار، عاوتاني غدا جاو 3 اخرين كيتشكاو، غيتحركوا هاد الناس، غيتفاعلوا هاد الاجهزه الامنيه، غيتفاعلوا بز منهم، غيتفاعلوا. علاش؟ لانك تفرض عليه باش يتفاعل. هادشي علاش كنشدد كنقول بان المنظومه الامنيه راه ما فيهاش غير الاجهزه الامنيه، راه فيها حتى المواطنين. نتمنى هاد الرسائل ديالي توصل وتلقى اذان صاغيه، كما اتمنى باش نكون توفقت في السرد ديال هاد النازله، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وكما العاده دائما اغتنم الفرصه باش نرحب بالمنخرطين الجدد اللي الله والمنخرطات الجدد اللي الله التحقوا بالقناه، وكنقول لهم الف مرحبا بالاحضان بين افراد العائله الكبيره ديالنا. كما لا تفوتني الفرصه باش نشكر جميع الاخوات والاخوان اللي ما كيدخروا اي جهد في سبيل الدعم ديال القناه. الف شكر للجميع بدون استثناء. ختاما اشكركم على حسن المتابعه، اترككم في حفظ الله ورعايته. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.